كل سنة وانتم طيبين ورمضان يعود علينا ان شاء الله بخير كلنا جميعا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده عجينة القطايف ناجحة 100%. لو انتي ما بتعرفيش تعمليها من اول مرة هتعمليها بالطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة، ولا تشتريها ب40 ولا ب50 عشان بيقولوا الدقيق غلي فكل حاجة غلت. لا، اعمليها في البيت وجربي في كوبايتين دقيق، وبعد كده ضعفي الكمية وشوفي هتطلع معاكي عاملة ازاي. كوبايتين دقيق عملنا نص كيلو وزيادة كمان، وحطيناهم في كيسين على مرتين. هتشوفوا بقى كل حاجة معايا في الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل وحطي لايك للفيديو عشان بيرفع الفيديو. تعالي نشوف بقى الطريقة بتاعتنا. نقول بقى المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنجيب كوبايتين دقيق، والكوبايتين دقيق دول زيهم كوبايتين مية، وهنجيب معلقة سكر ممسوحة ومعلقة خميرة ممسوحة اللي هي معلقة الشاي، ومعلقتين لبن بودر كبار. لبن البودر بيخلي طعمها حلو. هنجيب كوبايتين دقيق وهنحطهم في الخلاط، وهننزل عليهم باللبن البودر والخميرة والسكر، وهنحط كوبايتين المية ونضربهم كويس قوي. هنخليها يعني تبقى مضروبة كويس قوي مفيهاش اي تكتلات، وهننزل برضو بذرة ملح قبل ما نضرب الخلاط. ضربناها في الخلاط كويس جدا، خليناها كلها ما فيهاش اي تكتلات. لو عايزه تصفيها صفيها، بس انت طالما ضربها كويس خلاص. هتصفيها كده في اي دور عندك عشان تقدري ان انت تتحكمي فيه. تغطيها وتسيبيها زي 10 دقايق كده. بعد ال10 دقايق هتجيبي الطاسه بتاعتك، تكون طاسه طبعا ما بتلزقش. الاحسن تجيبي طاسه تيفال، بلاش الجرانيت عشان الجرانيت موصل للحراره متاخر قوي، يعني ما بيوصلش الحراره الا بعد وقت. بياخد وقت كبير قوي عبال ما الحرارة توصل للحاجة، وما تنفعش ان انت تعلي النار علشان الحاجة برضو ممكن تتحرق. انا كده في الاول هوريكي في الطاسة كده الجرانيت، عشان انا ما عنديش الا طاسة الجرانيت دي، بس عندي الطاسة اللي بتعمل القطايف نفسها، بستخدمها في حاجات كتير حلوة قوي. لو لقيتيها وانت بتعملي القطايف في البيت اشتريها بجد هتنفعك قوي. طبعا اول واحده دي تجربه، انا جربت يعني الطاسه كانت لسه ما سخنتش. دي اول واحده طبعا بتبقى فاشله، بتبقى تجربه اول حاجه. تاني حاجه بقى التانية دي اتحطيتها لا كويسه، طالما عملت فقاقيع كده من فوق يبقى كده تمام، العجينه ناجحه. اول واحده دي عشان الطاسه كانت لسه ما سخنتش قوي. طبعا بتحطي اول واحده دي وبتجربي الاول الطاسه بتاعتك فيها. لما تيجي تعملي اي حاجه اول واحده لازم تكون هي التجربه، فعادي ما تقلقيش. اخترت بقى الفوطه بتاعتي اللي هطلع عليها القطايف، لان لازم يكون معاكي فوطه تطلعي عليها القطايف. ما تطلعيش على صينيه ولا على اي حاجه، طلعي على فوطه وغطي بطرف الفوطه التاني عشان القطايف بتاعتك تبقى طريه وحلوه. زي ما قلت لكم الجرانيت بياخد وقت، حاولي ما تعمليش في جرانيت. لو عندك لا اعملي في تيفال. تيفال بيكون احسن في الحاجات دي، او الطاسه بتاعت الكريب برضو دي بتبقى زي التيفال بالظبط، اعملي فيها. اول واحده كده طلعت معايا، هبدأ بقى ان انا اكمل واعمل بقى الباقي. الطاسه كده بقى اللي سخنت معايا، فهبدأ بقى ان انا اعمل فيها. تحطي ايدك تبقى خفيفه وانت بتحطي، ما تقليش ايدك عشان ما تكبرش منك، يا دوبك كده يعني تعمليها حجم القطفايه بالظبط. ممكن عايزه تعملي اللي هي العصافيري اعمليها صغيره. طبعا لازم تحطي الخليط في دوره عشان تقدري تتحكمي وتعملي القطفايه على نفس الحجم القطايف اللي بره. ولو ما عندكيش زي ما هي كده وهي في الخلاط ابقي صبي بالشفشق بتاع الخلاط. ان انتي تحطي في وتصبي بكوبايه او بمغرفه لا هتكبر منك قوي. جبت بقى الطاسه بتاعتها بتاعت القطايف، وبدات بقى ان انا اعمل فيها بسرعه جدا. بقيت بتخلص يعني زي ما قلت لكم التيفال بيخلصها بسرعه جدا بسرعه جدا. بقيت بخلصها، عملت الكميه بسرعه جدا وخلاص خلصتها. يعني ما خدتش بالظبط معايا واقفه كده بتاع 10 دقايق. انما الجرانيت بياخد وقت فعلا عبال ما بيسوي الحاجه. ما عندكيش الطاسه بتاعت القطايف استخدمي الطاسه بتاعت الكريم اهي كده. خلاص كده خلصت وبردت كمان. انا حطاها جوه الفوطه وتانية وحاطه كمان من بره، طريه كده وحلوه بجد حلوه قوي. وكوبايتين دقيق عملت كميه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. بيقولك ان هي ب40 جنيه يعني. طب ليه؟ وفي ناس كمان بتبيعها ب50، وشوفوا ممكن ناس كمان تبيعها ب60. فانتي بكوبايتين دقيق عملتي احلى حبه قطايف في البيت. لو انتي مش بتعرفي تعمليها جربي الطريقه دي بجد هتطلع معاكي حلوه قوي. اول واحده حطيها في الطاسه كده، اول واحده طبعا بتبقى يعني مش ناجحه، انما بعد كده كله بيطلع ناجح طالما طالعه مخرمه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، تبقى معاكي القطايف ناجحه جدا.
لا تزودي دقيق ولا تقللي في الدقيق ولا تزودي ميه ولا تقللي في الميه، هي الكوبايتين، حطي كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين الميه. لو انت عندك افراد اكتر وحابه ان انت تكتري، حطي 4 كوبايات على 4 كوبايات ميه، وكبري معلقه السكر ومعلقه الخميره، بس كده. حلوه جدا وسهله في البيت، وهوريكي كمان تقفليها ازاي عشان لو بتفتح منك تعمليها ما تفتحش منك خالص، لان في ناس يعني كله بيقفلها من الحواف، هي لا متقفلش كده. فيلا بينا بقى تعالوا نحشوها، عشان انا هحشيها كده واحطها بقى في شوف بقى تطلع معايا كيس ولا كيسين او 3 على حسب بقى. نجيب بقى الحشو بتاعنا، معلقتين سكر عليهم معلقتين جوز هند معلقتين زبيب، وتبداي بقى تحطي كده وتضغطي من جوه مش من بره، ما تضغطيش على الحواف اللي بره، لا من جوه، يعني بعد الحواف كده بشويه اضغطي عليها عشان تتقفل معاكي، ما تفتحش وما تتفتحش في الزيت. بصوا لما بضغط على الحواف بتفتح، لا اضغطي كده من جوه زي ما انا ضغطت كده. اللي تضغطي عليها من بره من الحواف دي، لان الحواف دي بتبقى من السخونيه نشفت، لا انت تضغطيها كده من جوه، بلاش تضغطيها من بره. من بعد الحواف بشويه اعملي لها كده زي حافه كده، بس كده. لو عندك بقى القطعه اللي هي بتقفل القطايف هتعمل لك الحافه دي، بس ساعات لما تتك عليها جامد بتقطعها، وهي بالايد سهله خالص ما فيهاش حاجه. بس كده بقى انا هوريكي كده لما قفلتها كده من الحواف من فوق فتحت، لا انتي دوسي عليها كده من بعد الحروف، اعملها كده حافه علشان لما تحطيها في الزيت ما تفتحش منك. طريقتها سهله جدا جدا في البيت، اعمليها، ولو كل يوم هتعملي لك كوبايتين لو انتوا بتحبوها. ودي بقى كده هقفلها كده نص قفله زي الكورنيه كده، عشان احط فيها كريم جانتيه او كاستر، اقليها وبعدين احط فيها بقى الكريم جانتيه او كاستر او شوكولاته زي ما انت بقى عايزه تحشيها بقى. شوفي انت عايزه تحشيها كاستر كريم جانتيه اي حاجه. عملت كده اللي هي دول هعملهم كورنيهات، ودول كده حشيتهم عشان اقليهم واحط لهم السيرب بتاعهم. السيرب بتاعهم لازم تقليها وتطلعيها على السيرب بتاعها يكون تقيل وبارد. لو حابه ان انت تاكليها كده طلعيها وسيبيها كده تبقى في بره في الهواء كده تقرمش، وتاكليها بألف هنا وشفا. يبقى القطايف في البيت وما تشتريهاش من بره، لان والله ساعات بره بنجيبها من بره بتبقى معجنه ولازقه في بعضها، ما بتبقاش حلوه خالص. انا كده 3 سنة دي بعملها في البيت، حلوه جدا وسهله وموفره كمان. كوبايتين دقيق بيطلعوا لي كميه تكفيني مرتين، ولو انتوا عيله كبيره تقدري تعملي الكوبايتين دقيق على مره واحده. الكوبايتين دقيق طلعوا لي كيسين، كيس هعمله زي الكورنيهات وكيس هقليه. انا وانتوا طيبين، اتمنى الفيديو يعجبكم. وفي فيديو كمان انا عاملاها بالالوان، هحط لكم الفيديو في صندوق الوصف وهحط لكم في اول تعليق مثبت.